السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على الأنواع اللي شريت اللي غادي نبدا بهم مشروع تربية الأرانب. غنبداو بأول نوع اللي هي الشانشيلا. تقريبا من بين أحسن الأمهات، يعني كتعتني بالصغار ديالها مزيان. كيكون عندها وزن مزيان لا في الخلف لا هي بالنسبة للذكور والإناث. كاين أرنب الريكس هذا ذكر. بالنسبة لهادو اللي نوريكم كاملين الثمن ديالهم هو 200 درهم، والاخرين اللي غادي نقول لكم الثمن ديالهم يعني غلا شويه. شريتهم كبار، هادو تقريبا 3 اشهر. بالنسبة للأرنب الريكس شريتو ذكر حيت تكون الذكور فيهم خصوبة عالية، وحتى الإناث تما كيكونوا مزيانين. ندوزو الأرانب اللي في الثقافة ديالهم. كاين أرنبة بافيون. بالنسبة للأنواع هادو كيعجبوني هاد البافيون، سوا الأسود ولا الكري ولا البرتقالي، سلالة مزيانة. كما قلنا سلالة مزيانة. بالنسبة للأرنبة الأخرى نيوزيلندي، هي مزيانة، كتكون عندها حد الحنان على الأبناء ديالها ولا الخلفة ديالها، بالإضافة لكمية الحليب اللي كتكون عندها مرتفعة. بالنسبة للأرنبة الأخرى هادو كاملين كما قلت، هاد الجوج هادو وهادو الثمن نفس الثمن ديالهم اللي هو 200 درهم. وكما قال لي الصديق اللي شريت من عندو هادي راه خلى ليا ب 200 درهم، كانت تقدر تكون كتر، يعني نوع ما شاء الله مزيان. ندوزو لهاد الجوج هادو، شريتهم هما الاولين بديت بهم. هادي الأرنبة هاي كلاس كما كتشوفو، هاي كلاس، هادي 250 درهم. تقريبا شريتها عند شي 3 كيلو 200، دابا تقريبا جاية ل 4 كيلو. ولا الذكر ديال الدوج، ذكر الدوج تا هو من بين أحسن السلالات. كاين في هاد البرتقالي، كاين في الأسود. المهم كيكون في جوج ألوان مختلفين، ومعروف بهاد الرسمة هادي، المثلث اللي كيكون في الراس ديالو، معروف تا هو بالأوزان ديالو الكبيرة يعني لا في الذكور ولا في الإناث كتكون يعني ماركة مزيانة ولا نوع مزيان. المهم كان هادو هما الأنواع اللي شريت واللي غادي نبدا بهم إن شاء الله مشروع تربية الأرانب، ولا غتتبعوا معايا من الأول حتى الآخر وغتشوفوا النتيجة. وأي حاجة تعلمتها راه كنوريها لكم في القناة هادي، اللي باقا الله بادية ومحتاجة الدعم ديالكم، لي لايك واشتركوا في القناة باش أي فيديو إن شاء الله جديد يوصلكم. إلا كنتو باغي تبداو مشروع تربية الأرانب أحسن قناة، يعني واحد يلا بادي غتبداو معاه خطوة بخطوة وغتشوفوا الخطوات اللي داز منها. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى نكون فدتكم بشي معلومة. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.